صباح الخير، صباح العافية، صباح الستر، صباح الرزق يا رب علينا وعلى أمة لا إله إلا الله. شلونكن؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير والعافية. عيني فدوة القلب كان كل الهلا. تمام الحمد لله. تن شلونكن؟ شكو ماكو؟ خلينا ناخذ ورد اليوم ونبلش. صباح الخير والعافية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، ايش راح يطلع لنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مغمضة. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. صباح الخير والعافية. عيني صباح الخير والعافية. سبحان الله وبحمده. هذا ورد اليوم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. صباح الخير والعافية. عيني مهرة. شكرا. الله يسلمك يا روح. الحمد لله. فدوة قلبك على الله. انت شلونكن؟ يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. شوف أنا الروتين اللي هسه نشرته اطلني رأيكن. صباح الخير والعافية عمري. أم حمودي طلبت بخورات ومتلهفة عليهن ودا أسوي جلسات الاستغفار. عاشت ايدك والله، زين ما سويت. إن شاء الله بالتوفيق يا رب. ماكو أحسن من هذا الشيء. صباح الخير والعافية عمري. بنات بس شدن شوية تكبيس لا هم ما تيجينا تقييد. يلا حبايب. على مود نكمل روتيننا. يما فدوة تسلمين يا روحي. وردة البنفسج تسلمين عمري. يلا شدن تكبيس. وصلنا 100,000 على مود ناخذ راحتنا، ما كل شوية دزونا تقييد. تسلمين تسلمين عمري. شكرا. الحمد لله حبيبتي. الله يسلمك. الحمد لله بخير. صباح الخير والعافية. عيني تسلمين يا وردة. شكرا. يلا شدن تكبيس ومشاركة. حب لبس كفوف لتصير ايدك سوداء. اي والله ما بيها حيل. ذكرتيني. تسلمين عمري وردة البنفسج. شكرا. صباح الخير والعافية. تكبيس ومشاركة. يلا حبايب شدن. باقي بعدها ما بيها حب. اي راح اسويها مرقة. اول مرة صراحة، اول مرة. ام حمود الكبة السلق تصير قوية عندي. ليش تصير قوية؟
صباح الخير والعافية عيني. محمود قلبي هم عندك طريقة الفنجر شلون يصير مثل المطاعم؟ والله على أساس أنزلها يعني، بس إن شاء الله يا رب الأيام اللي راح تجي راح تفريزات كلش حلوة ومفيدة واقتصادية بشكل طني مجال. بس إن شاء الله هسه اليوم نسوي طرشي. إذا لحقنا نسويه هسه بهذا الروتين، إذا ما لحقنا نخليها على العصر. بعد عندنا إن شاء الله تفريزات كلش بسيطة وما تكلف، وتنفع للسحور وللفطور. بس شوية همتشن ويا المقاطع خلي صعدين اللي دا انشرهم بالقناة باليوتيوب او هنا، على مود يصير لي وهس انزللجن. صباح الخير والعافية عيني، صباح الخير والعافية. اي والله يا ريت ان شاء الله. والله عندي كم من طريقة مال تفريزات، طبعا وحدة من عندهن راح تكلف كان 3000 دينار بس. هاي تحدي 3000 دينار كم وجبة يعني، مو وجبة وحدة لا، وتصير للسحور وللفطور. واذا هسه انتو فاطرين تصير للريوق للعشاء. ان شاء الله راح انزلها يعني طريقة صدق كلش حلوة، والتفريزات الباقية همات. هسه اذا لحقت اليوم نسوي طرشي نسوي، اذا ما لحقت نخليها على العصر ان شاء الله. حيل الله. بس شوية تفاعلا باليوتيوب، سووا اللايكات، شاركن المقاطع. راح اسوي شو اسمه مرقة مال باقلة وتمن. صباح الخير والعافية عيني. عليكم السلام والرحمة. مجال تطلع لي قناتك باليوتيوب. ليش ام عبد الله؟ بس تكتبين مطبخ البغدادية تطلع. السكين ديري بالش لا تنحضرين. اي والله يا ما شاء الله التكبيسات كلش قليلة، بس بنات شدن تكبيسات شوية امانة، بس شوية شدن تكبيسات خلي نوصل 100,000 ترى. يعني دا يحضرون حسابات من ورا شغلة التكبيسات، حرامات يروح الحساب. سويت الحساب مال تحضير محمودي؟ لا والله ما سويته صراحة، غير يعني دزيتي لي الطريقة رحم الله والديك، بس بعدني ما مسويته. ان شاء الله اليوم بلكت اذا عندي مجال. صباح الخير والعافية عيني. تمام الحمد لله بخير. اذا انت بخير ونور عليك مالتي. يما فدوة ولدت بنفسك، تسلمين يا عمري. باقي 8 ايام كل الهنا بشهر رمضان. هيك الشغلات الباقلة السبينات احب اغسلها، يلا بعدين شو اسمه، يلا بعدين اثرمها احسها انظف. شنو ورد اليوم بعد عمري؟ سبحان الله وبحمده.
يعني السمك حيل غالي. اي والله الكيلو كيلو السمك ب7,000 وب6.5 لشوية أصغر. والله ما نقول، بس حسبي الله ونعم الوكيل. ترى هم اللي راح يصومون ما راح يصومون مو اسلام، ترى اللي راح نصوم اسلام. يعني مغلين هيك الاسعار ليش؟ شكو اطلع مجال للعالم. قد جتني ملامل شكو دا تفرزين هسه يا معودة شكو. الحمد لله والشكر واحد، من لحق يسوي له اللي يسويهن، بس هسه لا مو طبيعي. ليش الدجاج كان الكيلو مالته ب4.5، آخر مرة رحت للسوق كان ب4.5، هسه ب6.5 وب7. شكو دجاج الذبح. هاي تجارنا ويدعون ان هم اسلام. لا والله بريء منكم الاسلام، بريء الاسلام من هيك نماذج. يجي محرم كله يغلى، يجي شهر رمضان كله يغلى. ليش؟ يعني ترى احنا كنا اسلام، كنا أمة لا إله إلا الله، دا تغلي على العالم ليش؟ صباح الخير والعافية. لا وين والله شفايف الكيلو ب5. دجاج الذبح ب6.5 وب7. اكو ناس تبيع ب7 واكو ناس ب6.5. هاي قبل كم يوم انا جبته. متحمسة الروتينش مال رمضان. صباح الخير والعافية عين مرهوفة. صباح الخير والعافية. البارحة أخذنا على 4.5. لا والله رحت أول البارحة على 6.5 وعلى 7. هو شنو ينزل راتب الرعاية يغلون السوق، راتب الرعاية. تسلمين يا عمري وردة البنفسج، شكرا يا روحي شكرا. كربلاء أرخص طبعا، شوية أهون. مرقة عين وتمن حلوات يا روحي. أم حمود البارحة رحت الكربلة ويا أهلي وبيت عمي، زرنا واندعيت لك بالعافية، هم كانوا يسولفون. يما فدوة لقلبهن، فدوة ببغداد، فدوة تسلمين يا روحي شكرا. هاي أحسن نعمة من رب العالمين، واحد يدعي لك بظهر غير. ألف الحمد لله والشكر يا رب. وشكرا على التعليقات الحلوة على الفيديوهات اللي دا أنزلها، رحم الله والديكن ومشكورات. والله يعني صدق سوالي واهس. الحمد لله والشكر يا رب، هاي نعمة من رب العالمين. البارحة شنو طبخت؟ تدرين ناسية؟ عمري والله ما دا أتذكر شنو سويت لهم. أم حمودي دا تشوفين تعليقي؟ عمري عسولة هياتك. صباح الخير والعافية، مستوني شفت. عليكم السلام والرحمة. مو شوية دا استعجل أقول بلكت أسوي الطرشي هسه همات ويا الروتين إذا لحقنا، ولو أنا أريد أصوره مقطع قصير همات، فنشوف إذا لحق إن شاء الله.
صباح الخير والعافية عمري. اثرمي وجبة واحدة وسرع الفيديو ممل. حبيبتي إذا تحسينه ممل طلعي، لأن هو هذا روتين، هذا روتين. وإذا قصدك على اليوتيوب الفيديوهات اللي دا أنزلها على اليوتيوب هم ما تقدرين تسرعي، هذا ما أقدر أتحكم بالسرعة مالته. عليكم السلام والرحمة. أقصد على اليوتيوب، اليوتيوب إيه هو دا ينزل روتين كامل، دا ينزل روتين كامل. فأنت إذا أخذيه من العنوان مالته، إذا حابة تشوفيه يعني على مود طبخة أو نصيحة فقدمي الفيديو وانتي، والحمد لله والشكر، ترى الفيديو كله باستفادة. إذا الكلام بيه هو استفادة، وإذا الطبخ البيه همات، فإذا تشوفيه كله ما راح تخسرين. أم حمود سلقي الباقلة وذب المي مالتها وحمسيها. صدق؟ لا تعليقي عسولة تاهت علي، اعطوني مجال خلي أكمل وبعدين أجاوب. دادة احكي لنا عن الحموات المتزوجات ويتدخلن. والله هي مو شيء يختصر على الحموات، على أي أحد يتدخل بحياة أحد، هذا أعتبره مرض يعني، مو بس الحموات. أكو ناس يعني رضات الله عليهن يجوز الحموات، بس أكو ناس يعني ما يحق لها تتدخل وتتدخل، فهذا مرض. اللي ينشغل بالناس وتارك نفسه هذا مرض صدقوني والله. تلقين دائما الإنسان اللي عنده طاقة إيجابية، الإنسان اللي كله إيجابية، هذا ما منشغل بغيره، ما منشغل بالناس، ما منشغل إيش سووا وما سووا، إيش جابوا وما جابوا، وإيش أكلوا وما أكلوا، وشنو حياتهم، شنو اللي يخصهم. ما له علاقة. عايش لنفسه، عايش لذاته، عايش الراحة باله. الانشغال بالناس هذا مرض. دائما أقولها وأظل أقولها، نقول ربي اجعل نفسي نفسا مطمئنة. النفس المطمئنة شلون تجي؟ ترى ما تجي بالانشغال بالناس، لا أبد ما تجي هيك شي. تجي من إنه تكتفين بذاتك، بنفسك، بكيانك، بالشي اللي يخصك. ما لك علاقة بالعالم، أكله وشربه واشترى وطلعه ولبسه، مشكلة بين اثنين أتدخل إذا كانت يعني كلامي بيه فائدة، ما أتدخل إذا كلامي ما كان بيه فائدة. إذا كانت أكو مشكلة بين اثنين، إذا ما أحكي حكاية براسها حظ فأسكت. فهذا التدخل بغيرنا هذا ترى ما راح يجلب لنا بس الهم، ما حد يرتاح بحياته وهو واسع بغيره، والله ما يرتاح. إذا كنت هذا الوقت أولى لأولادك، أولى لبيتك، أولى لنفسك، أولى صيري فد شي بعين نفسك، سوي شي إلك خاص، مو لأحد، إلك خاص. لا تنشغلين بأحد، ما حد راح يفيدك، بالعكس راح تصيرين بس حمالة ذنوب والله. لأن هاي اللي تخابريها تجيب لك أخبار، هاي 1,000,000% تحكي وراك. اللي تجي يمك تحكي على غيرك، لا تصدقين راح تسلمين من عندها، لا مستحيل. راح تروح من يمك تحكي عليك، فأنت لا تعطيها مجال، ولا تنشغلين بيها، ولا تنشغلين بغيرها. ما حد يهمني من الناس. ليش دا أهتم لأحد؟ أهتم للناس اللي راجعين إلي، أولادي، زوجي، بيتي، أمي، نفسي. دولة لا سامح الله مرضهم يقهرني، عندهم مشكلة تقهرني، يعني هاي شغلات تستاهل أفكر بيها وتستاهل. بس الغير ليش دا أفكر بيه؟ ليش دا أشيل لهم هاي؟ ليش؟
خليها تتدخل بحياتي. والله عندنا ذنوب هواي، خلي الناس تشيلها. منو خالي من الذنوب؟ مستحيل، ما حد من عندنا معصوم أبد، ما حد من عندنا معصوم، كلنا عندنا ذنوب. ماما طفوا الزايد. فخليها اللي يتدخل خليه تشيل بالعافية عليها. فلا تضوجين إذا تقولين يتدخلن بحياتي، خليه يتدخلن. هاي لأن تشوفك أنتي أحسن من عندها. هذا السبب دائما اللي يشوف المقابل أحسن من عنده بعد شي يسوي وهو أصلا مريض نفسيا، يبدي يسقط بيه، يبدي يحكي عليه، يبدي يشوه صورته بعين الناس، انت كذا انت كذا انت كذا، فلان كذا. انت مو يمه، انت ما جايب صوبه، انت ما يعني ما لك علاقه بيه خلاص. بس هو وين ما يقعد يحكي عليك، يتمنى الزله بحياتك على مود يقعد يحكي عليك. فهذول الناس ذولا خطيه، والله العظيم خطيه. الفتنة أشد من القتل ترى. ليش الفتنة أشد من القتل؟ الصوبة اللخ هناك ليش أشد من القتل؟ لأنه إذا اليوم حكيت على أم فلان عندها بنات، عندها ولد، عندها جناين، عندها رجال، عندها عندها خوات، قعدت يم فلانة، قعدت استلمتها تسقيط. مثلا هي كانت لابسة فد لبسة مو بقصدها، أو حكت يعني لبسة هي شافتها بالنسبة لها عادية. شفتيها ايش لابسة؟ شفتيها ايش قالت؟ شفتيها شلون لازمة تليفونها مذبته؟ أكيد عندها شي. شفتيها ايش تسوي؟ شفتيها ايش حكت؟ شفتيها ايش قالت؟ يعني هاي المقابل اللي ظليت أني أحكي على هاي قدامها هي ما شايفتها. يعني أفرض أني جارتي، رحت اليوم جارتي قلت لها فلانة من أقربائي كذا 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 كذا، جارتي هي ما شايفتها فلانة، ما شايفتها، بس أنا قد ما حكيت لها، قد ما سقطت بيها، هاي اقتنعت إنه هاي سيئة، إنه هاي سمعتها سيئة، إنه هي هاي مو خوش إنسانة، هاي مو خوش. فهاي راح تظل ببالها من فد يوم من الأيام راح أقولها صدفة، أقولها هاي فلانة اللي حكيت لك عليها، هاي راح تاخذها بعين صغيرة، راح تقول فد يوم من الأيام أم محمد قعدت حكت عليها كذا وكذا وكذا، فأكيد هاي هيك، أكيد بناتها هيك، أكيد هي هيك. فتظل هاي الحكاية مو تروح. إنما غير شيء، مثل قلنا الفتنة أشد من القتل، يجوز هاي بلحظة تروح، أو إلها سداد دين والمقابل يسدد دينه وخلاص، بس الكلمة ما تروح، تسقيط المقابل ما يروح. لهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها، قال لك أشد شيء، يعني شوفوا أشد شيء هاي. فأنت من تقعدين تهينينها، أو من تقعدين تجيبين عرضها، أو أنت ما اختصرتيها على هاي الإنسانة بس، لا اختصرتي جيل كامل، لأن هي أم وهي أخت وهي بنية وهي زوجة، فاختصرتي عائلة كاملة بالموزين. صح بدن كان يابا، صح بدن كان عمري. قبل كانت العالم ما واعية، والله العظيم صراحة خلينا نكون واقعيين، كانت العالم يعني هسه التليفون صح بيه مو زين وبيه زين، صح يعني بيه شغلات مو زينة، بس مع هذا بيه شغلات زينة، وعانا أكثر، خلانا نفتهم أكثر، خلانا يعني الحمد لله والشكر يا رب، ألف الحمد لله والشكر. الفيديوهات الأخيرة اللي نشرتها أكثر التعليقات، وتقدران تروحان تشوفان التعليقات. انت وين كنت من 20 سنة؟ انت وين من كنت قبل؟ أقول ليش شنو يعني؟ أرجع أراجع الفيديو، أقول إحنا من كنا نسمع هذا الكلام، من كنا نسمع هاي النصيحة، ما كانت عندنا ثقة بنفسنا، ما كنا نعرف شلون نتصرف. مو بس من عندي، لا أكو ناس صح يعني تحكي كلام يظل بالبال، المقابل يستفاد من عنده. فالناس وعت أكثر، كانت الناس تركض على المحتويات اللي ما بيها خير. هسه الحمد لله والشكر صح بعد أكو يراد توعية أكثر، الناس تباوع الناس اللي بيها خير، المحتويات اللي بيها خير،
المحتويات اللي تفيد المجتمع، لا تصعدون مقاطع هي ما راح تفيدكم، لا تباعون بثوث هي ما راح تستفادون من عتها، لا باعوا الناس اللي صدق تستفادون منها، تستحق انه تتابعوها. انشغلي ببيتك، انشغلي بنفسك، انشغلي، والله تحسين الدنيا جنة، والله العظيم تحسين الدنيا جنة، عكس ما تقعدين تنشغلين بالعالم تحسينها جحيم. هلوات عمري، فعلا رحم الله والديك ووالديكم الرحمة. من سميرها وانت قيسي، اي والله من هاي وغيرها وغيرها. ليش مع الأسف احنا العراقيين ترى شعب ذواق، احنا نفتهم، بس مع الأسف هاي اكو فئة، وهي هي يعني حرامات هي الأكثر اللي تصعد ذولا. فلان ما نريد نذكر اسماء، البارحة مدري أول بارحة طار حسابه، ضجة فلان طاير حسابه. شنو يعني؟ خلي يطير حسابه، للقير وبئس المصير. وإذا طار حسابه هو ايش سوى؟ هو ايش قدم للمجتمع؟ هو ايش نطاق؟ هو انت ايش قدم للعراق؟ ايش قدم للفئة الشباب اللي بعمره؟ سوى لهم شطاهم على شنو مخبوصين؟ والله حسابه راح. وإذا راح هو منو؟ هو ايش سوى؟ هو طلع فاد الشباب؟ هو طلع سوى نصيحة؟ بالعكس أذية، والله العظيم أذية. خلي يروح حسابه. وسوى حساب ثاني يوم هو صعد. ليش؟ مو أكو ناس تعبانة على نفسها، أكو ناس صح، يعني الناس صح هي تربيته صح، يعني من كل جملة يقولها هي الناس تستفاد من عتها. خب روح تابع ذولا. انت من قاعد باللايف مالته انت ايش خليت بجيبك؟ انت من تدز له دعم انت ايش خليت بجيبك؟ من تكبس له انت ايش استفادين؟ الكهكهه وجامع النسوان الكاسيه عاريه هذا هو؟ هذا محتوى غير؟ شكو ضجه وشكو شبيكم؟ منو هو؟ قدم. صباح الخير والعافيه عيني. والله صارت ضجة والناس خابصة نفسها علي من يمه، علي من خابصين. لا حبيبتي هاي حسنها ماركي. صباح الخير والعافية. الله يسلمك يا روحي. أقول لك الباقلة إذا أثر ما هيك هم تتجمد، اي تتجمد، بس للأفضل إنهم تسلقيها سلقة خفيفة، تخليه الخال وملح شوية وتسلقيها، يعني للأفضل على مود يظل لونها هيجي، هي هيك ما راح يصير عليها شي. بس إذا ردت يعني للأحسن تسلقيها بملح وخال فد كم دقيقة، وهذا هو. طلعيها من المي وخليها بأكياس. إذا ما عندي خال عادي يصير، وحتى هيك همات يصير. أي مرقة. اي حبيبتي يصير عادي بدون ثرم، يصير تسلقيها وتضميها، يصير تضميها بس حب تظل عشان ما سنة ما عليها شي، بس بشرط المجمدة متموع وترجع تجمد بس. هلوات عيني. فدوى خلي اشوف الطريقة مالتك. يلا تمام. ماما
صباح الخير والعافية عيني. هاي التشريبة اللي فرزناها مال فراسن تتذكرونها؟ يلا خل اروح بذاك المطبخ بعدين ارجع اشيل ذا. شلون هو حلو. عمري ممكن نصيحة، أنا عندي طفل ويقعد يم عيالي وعيالي والله مأذيني أنظف واشتغل وعمتي تحجي. روحي شوف المقطع اللي نشرته راح تستفادين من الكلام اللي بيه، والروتين كامل مال هذا الكلام نشرته باليوتيوب. نشرته أول البارحة بنات، أول البارحة نشرناه. شوف الفيديو كامل، الفيديو صح هو روتين بس عبارة عن نصيحة. الفيديو كله تستفادين من عنده، عدي منه شوية بدايته وسمع الفيديو كله عبارة عن نصائح. أم حمودي الثوم أطيب ويا الفاصوليا الخضراء؟ الثوم طيب ويا الفاصوليا إذا الخضراء أو الهيج. ما تحكين على وما تحكي على جنتها الثانية. باعي خلي قاعدة ببالج، مو بس ويا العمة والجنة، مو بس هاي عمتي وهاي حماتي وهذا حماتي، لا لا، عموما ويا الناس كلها. ترى تكوين البشر ما حد يرضى على الآخ، ما حد يرضى على الآخ. قناتي مطبخ البغدادية، لا تخلين ببالك انه انتي هسه ببالك تفكرين عمتي ما تحكي على ذيك بس تحكي علي. عمتي اريدها ترضى علي ما ترضى. حبيبتي ما حد يرضى على احد، ما حد يرضى على احد. ولا فد يوم ذيك من ذيك اللي تقول لك رحم الله والديك، وذيك من ذيك اللي ترضى عليك. ماكو. سوي اللي عليك وخلاص، سوي اللي عليك وخلاص. لا تظلين تفكرين بمرضات الناس. عمتي رضت علي، عمي رضى علي، حماي رضى علي، زوجي رضى علي وما رضى. ماكو حد كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى. وهم نفسهم دول الناس اللي نريدهم بس يرضون علينا. يجوز احنا همات ما راضين عليهم. فخلي هيجي تفكيرك، لا تظلين تفكرين بمرضات الناس. أنبياء شكت الرب العالمين من هذا الموضوع. أنبياء، مو إحنا البشر العادي. مريم العذراء عليها السلام نادوها بالزانية. الإمام النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نادوه بالمجنون، الساحر المجنون. نجي إحنا، لا تنقهرين حرام عليك. إحنا هم كنا مثلك والله، هم كنا مثلك، بس بعدين الدنيا علمتنا هم كنا مثلك. أي ننقهر ونضوج وشنو فلان أحسن من عندي وأنا معا أسوي أكثر وشنو. بس هلكنا نفسنا، بس ما حد رضى علينا، ما حد رضى علينا. لا، اخذيها النصيحة اللي قلتها، اخذيها اللي قلتها بالمقطع، اخذيها خليها اسلوب حياة لأي انسان وياك. لا تظلين تفكرين انه ارضي احد. ماكو واحد يرضى على احد، ماكو، مستحيل، ماكو. ولا تظلين تفكرين انه اسوي على مود يرضون علي، اسوي على مود. لا 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 لا، سوي اللي تقدرين عليه وخلاص. سواوية أي علاقة، ما قلنا ويا العمة والجنة، لا، سواوية زوجك، سواوية أولادك، سواوية أمك، ويا أي أحد. هاي النفس الوحيدة اللي نتحاسب عليها، نفسنا اللي هي نتحاسب عليها، ما راح نتحاسب على أحد.
أظل أفكر أرضي فلان، أظل أفكر أرضي زوجي بس هو ما راضي عليه، أظل أفكر أرض أمه بس هي ما راضية عليه، أظل حتى مرات الأم دائما تحسسك إنه هي ما راضية عليك، دائما تحسسك والله يعني قد ما أشوف وتجيني قصص، وأعتذر لأن ما أجاوب، أعتذر والله يعني دا أجاوب كم وحدة بس ما أقدر، أنا هم عندي بيت وهم عندي أولاد فما أقدر أجاوب على الخاص. تجي تقول لي أمي هيك أسوي لها وهيك أسوي لها، وهي تظلمني، هي تفرق بيني وبين خواتي، هي كذا. يا الله أمها يعني اللي تحكي لي عنها أمها، أقولها معقولة؟ تقول لي والله أم محمد يعني دمرتني نفسيا، هيك سوي، هي أمها. قلت لها حبيبتي سوي اللي تقدرين عليه، سوي مرضات الله، بس لا تظلين هيك. يعني البنية ضالة بدوامة شايفة واحد شلون يحير يتصرف، بس ما تسمع من أمها بس الإهانة والغلط والحكي وتسقيط الذات، أنت مو زينة، أنت كذا أنت كذا، على أبسط شيء تسوي إلها البنية. أكو أم نرجسية، أكو أم هي مريضة نفسيا. فهاي البنية بهيك عمر مثلا من عمر 12 لحد عمر 20 متعبة، يعني هي يراد واحد يسايرها، يراد واحد يفهمها هي شتريد. الأم صارت مرض للخلفة، يعني مثل هاي الأمهات أنا ما دا أعمم، لا مثل هاي الأم يعني شلون دا تعاملها. يعني من تصور أنت تجي تستنجد بمرة يعني شافت القناة، شافتني هنا، اجت تقول لي اعطيني حل، أنا تعبت من أمي. فمن يعني من نقول إحنا نريد نرضى الناس، أريد أرضى فلان، ماكو واحد يرضى أحد، ماكو. الناس على رب العالمين اللي هو خالقهم يحجون، إحنا علينا البشر ماكو هذا الشيء، لا حد يفكر بيه، لا حد خلين أقوى طموحك مرضات الناس. شلون أتجاهل وما أنقهر؟ كل ما تكبرين الناس تعطيهم أكبر من حجمهم كل ما أنت تصغرين. خليها ببالك، كل ما تكبرين أحد تعطينه مقام أكثر من مقامك كل ما أنت تقلين بعينه وبعين نفسك. أنطي الناس على قد مقاماتها، لا تخلين واحد أعلى من نفسك، نفسي ثم نفسي، لا تخلين واحد أعلى، لا تقعدين تمتحين بأحد أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا ويشوف نفسه عليك، لا. أين من كان من أفعل قانون التجاهل، من أعيش لنفسي بس، من أعيش للناس اللي تعني لي بس، من أعيش يعني بس ناخذها من آيات القرآن، ناخذها من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ناخذها من أحاديث الأئمة عليهم السلام، من ينصحونه، فناخذ هاي النصيحة، ما ناخذ نصيحة هيك شلون مكان، لا ناخذ هاي من نجي لكتابنا اللي هو القرآن، من يقول لك وكرمنا بني آدم، أنت رب العالمين كرمك على كل شيء. شوف الدنيا شقد بيها شقد خالقها، شوف كبرها، شوف عظمتها، شوف، بس أنت كرمك على هاي كله، زين. فأنت تجين تذلين نفسك، ليش داذل نفسي؟ هو من هو يستاهل؟ ماكو حد يستاهل. سوي الزين، سوي اللي تمليه عليك نفسك، بس مو الباطل، لا الحق. من أمشي يقول ما يحضرني هذا المثل طبعا، دائما الحق هو الأقوى، دائما من أسوي الشيء صح هو هذا اللي يقويني، هو هذا اللي يعزز ثقتي بنفسي. فمن أقعد أفعل قانون التجاهل أنا أعرف إيش دا أسوي، أعرف إيش قد متأكدة من نفسي، ما أسوي وأنا ثقتي بنفسي مهزوزة، لا.
مطلقة عمري 23 وأريد أتزوج. أنتي تدرين وين رجعتيني؟ إحنا ما عايشين بذاك العصر. شو اسمك أنتي والله؟ شو اسمك؟ نورة. سوق النخاسين قبل اللي يعرضون بيه الجواري ويعطون كذا مبلغ. أنتي هسه كأنما جارية دا تعرضين نفسك للزواج. اللايف حالة حال السوق المفتوح، وأنتي جت تعرضين نفسك إنه أني مطلقة وعمري 23 وأريد أتزوج، أو أنت بهالمصطلح هذا. فأنتي حالك حال اللي قبل الجواري اللي يبيعونهن بالسوق. يا أمه من نحكي على عزة النفس ونحكي عن الإنسان ونحكي عن تكريم الإنسان، رحمة لأبوك انتي وين نايمة؟ انتي بعقلك شنو بي؟ معقولة هيك مرخصة نفسك لهالدرجة؟ هاي داخلة للبث أنا مطلقة، يعني شو تريدين؟ لك عمت عينك حشى السامع إذا على مود الفلوس، عمت عينك، وإذا أنت ولد همات عمت عينك. زين، على مود يدخلك كم واحد يستعطفك ويعطيك رصيد؟ لو على مود شنو؟ عمري مطبخ البغدادية باليوتيوب، قناتي مطبخ البغدادية باليوتيوب. ليش لا تذلين نفسك؟ ليش؟ مو الله كرمك تريدين تتزوجين ويجيك ابن الحلال. انت لو آدمية تتزوجين صدقين، عف نفسك وتتزوجين، تخليك عفيفة. عمرها فلت كتمين، اي كتم ما اريد تدور. اي حبيبتي، اي هو دا جاوبها. صباح الخير والعافية يعني. ليش المطلقات يخابرون متزوج حبيبتي؟ جاوبيني. لا ما كتمتها، عاشت يدك عمري. أولا لا تعممين، لا تقولين المطلقات، ترى مو كل مطلقة هي مو خوش، حشاهن طبعا. أكو ما أخذن أشباه الرجال بعد عمري طاعة الله الحمد لله يا روح بخير إذا أنت بخير. أخذن أشباه الرجال ومتحملته وطلقت. فمن تجين تحجين لا تقولين المطلقات، لا تعممين أبد، لا تعممين بكلامك. أخذيها نصيحة من أختك، من تحجين على أحد لا تقولين المطلقات يخبرن المتزوج. لا حبيبتي، لا حبيبتي، مو المطلقات، عموما بنات دا يخابرن، متزوجات دا يخابرن. شعلي يعني إلا المطلقات لا. يعني هي كونها صارت مطلقة لازم تصير عليها شبهة؟ صباح الخير والعافية. عليكم السلام والرحمة. بيش الساعة تفتحين؟ يعني الصبح مرات العصر، بس كبسن إذا ما تصير زحمة لأنه دا يجيني تقييد، فحابات أسد اللايف وأسوي روتين لو أكمل وياكن. إذا ممكن تكبسن وشاركن اللايف. لو إحنا بس اللايفات اللي ما بيها حظ نشوف التكبيسات ونشوف المشاركات ونشوف الدعم. بعد عمري طاعة الله تسلمين. ليش حياتي؟ إيه عمري، هاي نصيحة إلك وخذيها. أنت ردتي نصيحة من عندي، يمكن على ما أعتقد اسمك لارين، وأني هم ما جاوبتك أبد. لا تطلقين منطلق يعمم على الكل بأي حديث، بأي حديث عن أي يعني عن أي فئة. مثلا سواء أنت كنت تقصدين أرملة، مطلقة، بنية بتبيت، لا تعممين، لأنه عائلتك مو كلها أطباعها سوا. عائلتك اليوم بيها الزين وبيها الموزين، فمن تقعدين تحكين لا تعممين. قولي أكو مطلقة دا تخابر زوجي، أكو وحدة، استثناء الكل. زين، ما نريد نعمم، لأن هذا التعميم راح يعني حملك ذنب تبلغنا عنه. يما فدوة تسلمين. علاوي
اللي حابة تسوي تسجيل شاشة وتاخذ الكلام تنشر بحسابها محاللة ماهوبة، لأن دا يدخل لي محمودي اسمحي لنا أقولهن يابا محاللات ماهوبات. طين السماعة همات. رحم الله والديكم رهوفة عمري تسلمين. عليكم السلام والرحمة. اليوم عندنا موضوع لا خمات حابة أحكي بيه، بس كبسن وشاركن اللايف على مود واحد يصير له واهس، لأن كل شوية دا يجي تقييد ينزل لنا اللايف، لا تكبيس ولا مشاركة ولا دعم. شو اسوي حبيبتي؟ تخابر زوجي أني ضايجة. انت لا تضوجين من البنية، ضوجي من زوجك نفسه. إذا زوجك مو مشكلته إنه مطلق إذا تخابره، لا هو المشكلة بيه، يعني هو حتى لو عافته هاي راح يتشلب باللخ، فهو إذا هو يركض ورا النسوان مالها، يعني حتى لو هاي عافته عادي مخلي وحدة لخها ما ترجع يخابرها، فلا تضوجين منها هي. عالجي مشكلتك ببيتك، عالجي زوجك مو البنية. اي والله لا تزعلين مني، بس هذا هو الرجال يراد له. لأن هو مشكلته إنه هاي دا تخابره، لا حبيبتي هذا عنده علاقة ويا وحدة واثنين وتعوفه هاي رأسة يجيب اللخ. شو اسوي؟ تجاهل، تجاهلين. إذا حابة تظلين وياه تجاهلين، لا تظنين خابر حكى وياها قال لها قال عوفي اتركيه، ما راح أحد يتمرض غيرك. ترى الدنيا كلها ما تساوي عضو من أعضائك الداخلية. إذا لا سامح الله صار عندك تضخم بالقلب، إذا كلياتك وقفن من القهر، إذا معدتك، إذا صابك مرض مو زين، والله لو مو زوجك ولو مو لي خابرا زوجك ولو مو الدنيا كلها ما ترجع لك صحتك وراحة بالك. على اليمن والله العظيم، على اليمن هو الخاين اهتم له، والله ما اهتم له، بالله الكريم ما اهتم له. هو دا يخابر، هو دا يخون، ليش دا اهتم له؟ مو هذا مو حكي لو بلسان، بس خسارة القهر قوية. خسارة يعني انت من تنقهرين ترى الخسارة قوية، ما حد راح يخسر صحته غيرك. هو كل شي ما عليه، هو يتجدد وداعتك ويعوف المطلقة يروح يشلب بغيرها، ما راح يعوف هذا الدرب، ما راح يعوفه. اللي ما تملي عينه وحدة واثنين عينه ما تنملي، عمره عينه ما تنملي، راح يظل ملطلط نسوان وراح يظل يصاحب. بس انت قاعده فكر بنفسك، انت شنو اوليتك وشنو تاليتك؟ تتمرضين؟ لا والله. على شنو؟ وطز بالله الكريم اباوع عن نفسي، خلي خابر عسى النهار كله اول وتالي مرجعه الك، واول وتالي مرجعه لبيتك. خلاص والخيانه ما تنحمل حبيبتي، ما حد يهم غير الصحه. صحتك اذا راحت هي هاي تدقين وتلطمين عليها. زين يلحقك ضغط او سكر او مرض مو زين، بعدين عود شنو؟ والله حرام من الصبح بالعكس يصير له حجه، هي مريضه اروح اتزوج احسن. تفتحي له باب يروح يتزوج. يما فدوه للي تشارك اللايف، رحم الله والديك يا عمري. والله اتجاهل، افعل قانون التجاهل، ما اهتم له بالله الكريم، اتجاهل عادي. لقمته حاضره وهدمته حاضره والهاي وخلاص انتهى الموضوع. اظل اركض ورا، هو هاي مرض. ليش يخابر؟ امي هذا لارين، هذا نقص مو بيك انت، لا تنتقصين من نفسك. انت بتأوادم، انت بتعز، انت بتأصل، انت بتفصل، انت لا تنتقصين من نفسك. هذا هو نقص بيه، هو مرض بيه. انا ذاك اليوم الكلام اليوم نشرته طبعا الفيديو، مو الفيديو الاول، نشرت فيديو ثاني. امانه عليك روحي شوفيه باليوتيوب ما شاء الله، وبس نشرته جاب مشاهدات. بس روحي شوفي الكلام اللي زين.
هذا هو مرض بيه، بالله الكريم مرض بيه. لا عبالك انت لا تنتقصين من نفسك. زين الله حلل 4 زوجات، خوش الله حلل للرجال ايش قد؟ حلل له 4. زين من يريد يتزوج تيجي هاي تقول انا ايش بيه ويريد يتزوج علي؟ قابل انا يناقصني شيء؟ امي غصبا ما عليك الله حلل له 4، مو انتقاص من عندك. هسه تيجي تقولين هذا ما متزوج يدور حرام يدور مخابرات، اوكي ستوب. هنا هذا اكو فرق، هذا يتزوج على سنة الله ورسوله وهذا يدور بالحرام، تمام؟ هذا يدور علاقات بالحرام. انتي لا تنتقصين من نفسك بكلا الحالتين، انتي لا تنتقصين من نفسك، انتي ما بيك اي نقص، لا بشرع الله اذا راد يتزوج وغصبا عنكم هذا شرع الله، ولا اذا هو يدور علاقات حرام، بالاثنين انتي لا تنتقصين من نفسك، لا تنتقصين من نفسك. انت ما بيك اي ذنب، ما بيك اي صوج. أكبر ممكن سؤال بلا زحمة جواب. صباح الخير والعافية عين. هواي نساء يقبلن يسوي زوجها علاقة ولا يتزوج. شوفي خلي أجاوبك. هاي اللي تقبل زوجها يخابر بالحرام ولا انه يتزوج بالحلال، فهاي ذنبها حالها حال زوجها، يعني هو يجوز ما يقبل يتزوج من عندها وهي تقول له ما يخالف التخابر بس لا تتزوج، هو مو دا يخابر ودا يتحمل ذنب؟ هي بالضبط هي حالها من حاله، لان هي دا تحرمه من الحلال اللي هو شرع الله، اللي غصبا ما عليه هو شرع الله وغصبا ما علينا كنا. اذا رجال راد يتزوج هذا شرع الله مو بكيف احد، هاي تقول له لا والله خابر ولا تتزوج عليه، اذا هاي شريكة بالحرام، هاي شريكة بالحرام. خلينا نكون قنوعين بهذا الشيء، زين؟ من نجمل على حساب الحرام والحلال، لا حبيبتي. ما اصعد قستاز. بنات بس شوية تكبيس ومشاركة. بداية أرسي لقيتها مسوي علاقة قعدت وياه صار مشكلة ودورت الأهليين. أقلك محمودة رجال حتى لو يخابر يرجع المرته بس اللي يتزوج بعد ما يباوع عليها. لا مو صحيح. إذا هو ابن أوادم ومن باب إنه خايف الله ليش ما يرجع على زوجته؟ ليش ما يباوع على زوجته؟ ليش؟ هو هذا اللي عنده مخافة الله وما سوى علاقة بالحرام انتظر الحلال وتزوج بالحلال، هذا تخافين من عنده ما يعدل؟ لا والله هذا رب العدل، هذا يعدل بيناتهم، بس انت خافة من اللي يخلصها بالحرام. قبل كم يوم واحدة دزت لي القصة مالتها، طبعا والله اعتذر من عندها، يجوز البنية موجودة هنا، أنا ما جاوبتها لأن قلت لك ما لحق. تقول قد ما ظل انه يسوي علاقات يعني هسه بالفترة الأخيرة راجع لها، قالها أنا بعد خلاص وما أسوي ما أدري شنو يحلف لها. قالت هسه أنا كرهته، أنا هسه نفسي ما تتقبله، تعال قولي لي شلون شو أسوي؟ والله العظيم بهالمنطوق هذا. بس هي كتبت هواي البنية، بس هذا مختصر يعني. رد علي فدوى، مدى أشوف تعليقك عمري. أقدم مساعدات للعوائل والفقراء يرجو المراسل الخاص. أولا أنت عيني شو اسمك؟
كافي تضحكون على العالم، وكافي مال جاية باللايف أقدم مساعدات على مود البنات يدخلن لك خاص. روحي ذولاك وينهم؟ ذولاك بالمستشفيات، وذولاك الناس اللي محتاجة، والعوائل المتعففة تلقين حتى اسمائهم بالحسينيات تقدرين تنطين، لا تجين هنا باللايفات عود تضحكين على العالم على مود تاخذينه. فروحي أمي روحي ما تفيدك. زين زوجي مال أدى كلش وياي وما يسمع، ما يسمعني كلمة حلوة، ما يقول أي شي ولا تقولين متزوجة رجال. شوفي هنا عندك خيارين. الخيار الأول الزوج المهمل، زوجك إذا مهمل أو هو دا تقولين إنه هو مهمل وكذا وكذا وكذا، عندك خيارين. يا أما تشوفي أولا الإنسان يقيسها على نفسه، أو أنت مو كاملة ولا زوجك كامل، هاي خليها نقطة سطر ببالك، لا أنت كاملة ولا زوجك كامل، إحنا عندنا عيوب. هو عيوبه شنو؟ عيوبه مهمل، عيوبه تقولين ما يقول لك كلمة حلوة. احنا بالنسبة لنا النسوان نحب نسمع، نحب واحد يقول لنا صراحة، نحب واحد يسمعنا كلام هيك، هذا طبعنا احنا من الله، يعني تكويننا هذا. هو عندك هنا خيارين، يا أما تتحملين وتعيشين وياه وتتعودين على طبعه، يا أما الخيار الثاني اللي أنا ما أنصح به أبد ولا هاي، بس يجوز أنت هسه بعدك ببداية حياتك، بس صعب. هو طبعا أصعب شيء هو بالحياة هو الانفصال، بس خليها بمضمون إذا أنت كنت ببداية زواجك، إذا ما قدرتي تتأقلمين على هذا الطبع فخلاص اتركي. تدرين ليش؟ لأنه إذا ظليتي وأنت ما مقتنعة لا راح يعني زوجك يرتاح وياك ولا أنت ترتاحين وياه. ماكو واحد يتغير على مود واحد، مستحيل، هاي شيلنها من بالكن. أنا أتغير على مود واحد ماكو، زوجي يتغير على مودي لا. إنما إحنا يعني أنا وزوجي أو أنا ويا، يعني أي علاقة تتعودين على طبعه، أولادك يفهموا طبعك، أنت فهمتي طبعهم، زوجك يعني تطبعين بطباعه، إنما يتغير على مودك لا. تقدرين هاي تتحملينها إنه هو ما يسمعك كلمة، تقدرين تتحملينها إنه هو مهمل، تقدرين، ما تقدرين كان الله غفور رحيم. فهذا الشيء راجع إلك، ما حد يقدر يقلش، لأن أنت الوحيدة اللي تقدرين يعني تختبرين صبرك. ايه ماكو واحد اليوم يتغير على مود واحد، مستحيل. مالاني والله هو طبعه عنده علاقات، الله فجأة راح يصير العفو بلا تشابه النبي يوسف وعليه السلام، وراح يبطل وراح ماكو، يعني نادرا ما رحم ربي كم واحد يجوز يتغيرون. هو طبعه مثلا ما يحكي، هو طبعا زوجي ما يحكي، فد يوم راح فجأة يدخل من الباب، ها حبيبتي شلونك، سويت اليوم، ما سويت، شلونك كان يومك، الجهال تعبوك لو لا حبيبتي هاي مشيليها وذبيها، قطنا وشيليها وذبيها من اذنك، ما راح تسمعين هاي. اذا واحد صراف يحب يشتري ملابس ويشتري موبايلات، لا فجأة راح تتخيلين انه بعقلك الباطن راح يجيب لك الراتب وراح يقول لك انا بعد ما اصرف وبعد ما اريد تليفونات، هذا جهازي بس، وبعد هذا الملابس يعني اشتري على قد اللي احتاجهن، همات ماكو. حابة تكونين وياه تتحملين طبعه خيرا على خير، ما حابة تكونين على هذا طبعه فبراحتك. أحسنتي ناصة، طبعا أكو هيك وأكو هيك، أحسنتي.
يجوز مني شوفها متحملة بمرور الأيام يتغير. أكو والله أكو أمثال حلوة هواي بس ما تخطر، يعني من واحد سبحان الله يحتاجها بالكلام تروح. بنات فدوى لا تثبتن كل شوية تعليق لين دا ينزل اللايف. أكو يقول والله ما دا يحضرني المثل. يقول يعني هو المهم على عمر 40، فتأمل بعمر 40، هذا إذا انعدل بال40 فخلاص راح إنه هاي تقولي انطي الشباب وراح. بس اكو من عندهم لا والله يظل نفس طبعه. أنا تعجبني والله شخصيا غير، تعجبني المرة اللا أبالي اللي عايشة اليوم بيومه ولا أبالي. يابا هاي أموت عليها، هاي أموت عليها والله العظيم، والله العظيم. يعني دائما أحكيها باللايف وأرجع أقولها. أكو نزلت يمنا، يعني ناس نزلوا يمنا أجروا فترة وشالوا، تقريبا بقوا سنة ونص هيك وشالوا، قعدوا يا الله هم تقيد. ليش؟ راح يسدون اللايف. بعد اجاني تحذير ابلاغ عن مشكلة وراح يسدون اللايف، راح هم يسدوا باع. زين ها شو اسوي لها هسه؟ داقلشن كبسة؟ هنا شي يقول لي لا يوجد صورة ظاهرة، استمر الصورة في التحديث، خطأ في الصورة، نعتذر. هسه شدوس هنا؟ ما لا حبايب راح يسدوه، بس هنا ما اعرف هنا شدوس. لا يوجد ظهر صورة اخرى، راح ادوس هاي على الله ما يسدوه. لا هم راح ينسد. اللي عندها علامة تيك توك خلي تنزلها. دا يدزون لي هيجي بنات شو اكتب. لا مو على مود البخار، صدقين مو على مود البخار.